كنا على موعد مع حلقة جديدة من المسلسل الرمضاني الشهير البجح وأنا، بطولة النجم الزملكاوي عمرو أديب. ضيف شرف الحلقة كان الفنان القدير هشام نصر. كلنا عارفين في الدراما المصرية أي كومبارس بيكبر في السن بيكتبوا له في التتر الفنان القدير فلان الفلاني. المهم، الحلقة ابتدت بمجموعة من الحقائق والمبررات لفشل مجلس الإدارة الحالي مع إخفاء أو عدم ذكر حقائق تدين الكومبارس ومجلس إدارته. يعني مثلا الديون لما مجلس الإدارة استلم النادي اتضح إنها أكبر بكتير من اللي كانوا فاكرينه وعارفينه، واللي قالوا إن عندهم خطة وهيسددوه بالكامل. هم يا جماعة كانوا فاكرين إن الديون حوالي مليار جنيه، لكن للأسف الديون طلعت أكتر من 2.5 مليار. لكن طبعا هشام ما قالش إن الديون الحالية ومعظم القضايا اللي موجودة دلوقتي هم السبب فيها وهم اللي عاملينها، زي جوزيه جوميز وميشالاك ونداي وغيرهم كتير يعني. ده غير ان هم من ساعة ما جم مسكوا النادي لا بيدفعوا ضرائب ولا بيدفعوا اي حاجة للجهات السيادية. بعد الصعبانيات والمبررات هشام ما ضيعش وقت، دخل على موضوع الأرض لو عطشان على طول، وابتدى الكلام بجملة مضللة مدلسة لكسب تعاطف ومساندة الأندية الجماهيرية التانية. هشام قال إن الزمالك هيسن سنة جديدة هتستفاد منها كل الأندية الجماهيرية. إيه بقى السنة الجديدة دي؟ هشام قال إن الزمالك هيبقى أول نادي ياخد جزء استثماري ويبيعه. يعني بالبلدي كده، لو الأرض رجعت والدولة طنشت موضوع البيع للمستثمرين ده، بعد كده هيبقى من حق بقية الأندية تاخد أراضي من الدولة وتبيع جزء منها وتكسب، وبكده نبقى حولنا كل أنديتنا من أندية رياضية لسماسرة تقسيم وبيع أراضي. الكلام بقى كمان على إنهم ما باعوا الأرض كده عيني عينك عادي، خلاص بطلوا ينكروا. بعد ما تامر عبد الحميد فضحهم بالمستندات اللي بياخدها من مرتضى، خلاص بقوا يقولوا ان هم باعوا الارض عادي يعني. المهم، هشام ابتدى يستعرض شوية موافقات على الاستثمار وتوسع علوي وتوسع رأسي وأفقي، وراح عامل زي مرتضى بالظبط. مرتضى لو تفتكروا كان كل ما يتزنق في فلوس يروح لشركة جرافيكس تعمل له تصميم حلو كده، النادي جميل وشيك، يعرضوا على قناة المزاريطة مع كام صورة لعدد واحد لودر وعربيتين نص نقل، ويلم بقى على حسهم عضويات واشتراكات بالهبل. هشام عمل زيه بالظبط، راح جاب لنا لي اوت او مسقط صور لمخطط النادي الجديد، وبيستعرضها لنا بقى على الشاشة على انها انجازات وان هم اشتغلوا في الارض يعني. لدرجة انه بيقول لعمرو شوف البوابات شيك ازاي، شوف الحلاوة. خلى عمرو يطلع من هدومه ويقول له شياكة ايه وحلاوة ايه، دي شوية صور. هشام لما اتكبس راح داخل بقى على المناشدة المعتادة لرئيس الجمهورية، وقال للرئيس زي ما حليت مشكلة غزة المحتلة، وزي ما حليت مشكلة الطرق، وزي ما حليت مشكلة المواني، حللنا بقى مشكلة أرض الزمالك. الموضوع كده كبر قوي يا جماعة، احنا كده محتاجين ترامب يتدخل لإقرار السلام على أرض أكتوبر المحتلة. الراجل ده فكرني بإيهاب الفولي على قناة المزاريطة اليوم، لما كان برضه بيناشد رئيس الوزراء زي ما حل مشكلة الفراخ يحل مشكلة الزمالك، لأن الزمالك مش أقل من الفراخ، الزمالك مفرخة لكل المنتخبات، كلهم نفس الفكر، نفس طبق البليلة. بعدين ظهر علينا فجأة لباليبو في مداخلة بعد اختفاء دام أكتر من 6 شهور، نفس الكلام ونفس الحوار بتاع هشام بالظبط، وبرضه بيناشد رئيس الجمهورية. بعديه على طول راح داخل بقى علينا نجم الحوكمة واللمساس، كل دول ضيوف شرف، وبرضه نفس البقين بتوع احنا مهتمين بالكيان وبنساند الكيان وواقفين جنب الكيان وعلى تواصل دائم بالكيان. لكن يا عيني الشق القانوني ده مش في ايديه، هيعمل ايه يعني؟ المهم ان كل ما هشام يتكلم على اي مشاكل في الزمالك، عمرو يقول له طب ما الاهلي بنى 4 فروع، يرد عليه هشام ويقول له لا، دي سمعة وإدارة واستقرار.
يعني بالبلدي كده بيقول له احنا نادي جربوع. اهم حاجة في التمثيلية الزملكاوية اللي اتعملت دي هي ان هم مش عايزين ارض بديلة، هم عايزين الارض دي. ليه بقى؟ لان هم باعوا جزء من الارض دي وخدوا فلوس كتيرة وصرفوها كمان، ولو الارض اتغيرت المستثمرين هيرفضوا وهيطلبوا فلوسهم اللي دفعوها. ليه؟ لان الارض دي هم دفعوا فيها تمن اقل من ربع تمنها وسبوبة حلوة، انما الارض الجديدة هتبقى في حتة بعيدة ورخيصة. الحلقة دي فيها كمية تدليس ومغالطات وبجاحة مش طبيعية. باختصار يا جماعة، عشان انا اتكلمت في موضوع الارض ده كتير وزهقت منه الصراحة، الزمالك عمل زي البقال اللي بيخزن زيت التموين المدعم ويروح يبيعه لتجار الجملة. اما بالنسبة للاخوة المخططين اصحاب نظرية المؤامرة والدولة بتحارب الزمالك، انا لا هقول لك الارض بقالها 22 سنة معاكم ما عملتوش فيها حاجة ليه، ولا هقول لك اي حاجة من الكلام ده. احنا خلاص متفقين انكم مجموعة من الفشلة والتنابلة. لكن بس اسأل نفسك سؤال واحد، يمكن تفهم حاجة. الاهلي، المصري، الاسماعيلي، الاتحاد، اندية كتير خدت اراضي من الدولة. ليه ما حدش عمل كده وباع جزء من الارض غير الزمالك؟ هل بقية الاندية دي مثلا اغبياء؟ اداراتهم ما بيفهموش؟ مجلس لبيب هو الوحيد الفريكيكو في البلد يعني؟ يا رب تكونوا فهمتوا حاجة. خلي بالكوا بقى من اللعبة الجديدة اللي بيلعبوها. ابتدوا يرددوا احنا بعنا مكونات ما بعناش الارض. بيفكروني بسلطان في العيال كبرت. كل حاجة في العربية سليمة بس لوحدها. ده اللي هم بيحاولوا يقولوه دلوقتي. العربية موجودة سليمة تمام، احنا بس بعنا التابلو على المارش على الدينامو على شوية مسامير وجلب. عودوا نفسكوا على كده الفترة الجاية. اي زملكاوي هيطلع في التلفزيون حتى لو برنامج لك يا سيدتي لازم هيقول جملتين: ان الارض دي مستقبل 50 مليون زملكاوي مع مزيكا حزيني، وهيناشد سيادة الرئيس لإنقاذ الزمالك. وهننزل بقى بباقة منوعة من الأخبار السلبية: لعيبة بتشتكي في الفيفا، أتوبيس الفريق محجوز في التوكيل، القيد موقوف، كل الألعاب الجماعية بتخسر، وأنا بضيع يا وديع. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع ضيف جديد وتدليس جديد. ودمتم متقرطصين، ناس ما عندهاش دم.